أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة جديدة. كنتمنى تكونوا بخير. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم معنا في هذه القناة المتواضعة. المهم ما غاديش نطول عليكم، غادي ندوزو نشوفوا أول فيديو. كنتمنى باش تعطيوني الآراء ديالكم في خانة التعليقات، ما تبخلوش علينا بلايك، لأن اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو يطلع باش يوصل جميع المغاربة وجميع العرب في جميع أنحاء العالم. يلا نشوفوا الحلقة ونتلاقاو في النهاية. السلام عليكم شبيبه، هاي ليك دوزنا اكزام تاع استوار جيو. ها دايرين خريطه تاع المروك مع تاع الصحراء الغربيه. كيفاش هادي الشباب؟ السلام عليكم خوتنا. ليسي تسويدانيه شقايت احمد. وريها هاي لك زعما داروا خريطه تاع المروك مع الصحراء الغربيه. حنا صغرونا هكذا واللي اسمه زعما السياده والاخر اللي اسمه وهنا مولود ديالي اسمه خاوه خوتي باينه. نسقسيكم حاجه دوك حنا ليا اسماء ما حبش تلعب كوب وناري وناري يا شرق ريحة. الخريطة تاع المملكة المغربية الشريفة في الجزائر. ناري الوزير مشى فيها، حتى هاد الدراري كيبان لي غادي يمشيو فيها. الخريطة غادي تزعزع النظام ديال الكاميرانات. غادي ندوزو نشوفو شوقي بن زهرة اش كيقول على الذكاء الاصطناعي في الجزائر. الذكاء الاصطناعي والمؤامرات ضد إنجازات تبون. أروح تسمع أروح. لا حديث في 24 ساعة الأخيرة عند النظام الجزائري المعروف في الأوساط الدبلوماسية بنظام لا وزن لا هيبة لا مواقف، كما وصفه سيرجي لافروف لما رفض ملف انضمام الجزائر إلى البريكس بسبب الممارسات الكارثية للنظام الجزائري الذي جعل للأسف الجزائر بلدنا اليوم مزبلة حقيقية. حديث النظام الجزائري هو عن مؤامرة جديدة تستهدف التشكيك في إنجازات الرئيس المعين تبون بسبب فيديو نشره التلفزيون العمومي وشكك فيه اشخاص، بالاخص هذا شوقي بن زهره، عفوا شوقي بن زهره وانا. على كل حال هؤلاء المشككين اولا جاء الرد يعني بالاف الفيديوهات والصور على حقيقة الإنجاز الكبير وحقيقة هذا موسم الحصاد الكبير في ولاية أضرار. أولا نشوفوا عينة من هذه الصور التي روج لها النظام الجزائري وأنصاره. شوفوا معي. الله أكبر، هذه أمور كبيرة. هذه فيديو هذا رهيب، يعني هذه قوة ضاربة. لكن أنا كي شفت الفيديو تذكرت شيء ما. المشكلة أنه الفيديو من عند الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ونعتذر منهم على ممارسة النظام الجزائري وأنصاره الذين لم يجدوا إلا التزوير من أجل الاختباء وراء إنجازات وهمية. الآن بالعودة إلى الفيديو اللي قلت عليها أنا شخصيا بأنه تم تركيبه يعني بالذكاء الاصطناعي. نسمع اولا تقرير عوض اننا نشوفوا انصار النظام الجزائري والترهات تاعهم، نشوفوا تقرير نوعا ما كان فيه نسبه من الحياديه والموضوعيه لقناه البي بي سي، يتكلم على هذا التقرير ويتكلم على الصور التي رايناها في تقرير التلفزيون العمومي. نسمعوا مقتطف. الجزائرية. هذا واحد من الفيديوهات التي نشرها التلفزيون الجزائري هنا مثلا، يتضمن مؤثرات صوتية، وقد استخدم محرر الفيديو بعض أدوات التحرير مثل تسريع الفيديو وتصحيح الألوان. هنا قناة البي بي سي قالت لك مؤثرات صوتية وقالت لك فيها الأمور فيها شوية تلوين. لماذا فيها الامور تلوين، ولو انه بطبيعه الحال تقرير البي بي سي حاول انه يكون حيادي؟ القضيه بانه الصور التي رايناها في التقرير غير حقيقيه، يعني انه موجوده بعض الشاحنات اكيد موجوده قافله، ولكن ليست بذلك الحجم. الطرق ليست بذلك الشكل، انك ربما تحاول تصور من زوايا معينه تضيف موسيقى. لا، النظام الجزائري اضاف مؤثرات صوتيه ربما من رسوم متحركه تقريبا على انها شاحنات. التلوين تاع الطرقات انت تضم نفسك في كاليفورنيا، لكن النظام نفسه لما اخرج فيديوهات يقول لك مواطن جزائري صور القافله. راك تشوف الفارق، تشوف الفارق كيف الحاله تاع الطرقات، كيف الحاله حتى تاع الشاحنات. ولو تروح للفيديو في نهايه الفيديو اللي بثه التلفزيون العمومي راح تشوفوا هذا المقطع، والفيديو راه موجود، انا مانيش نختلق منها من نفسي. تشوفوا بانه ابسط شيء في تركيب الفيديو في المونتاج هو انك تخلق من ترانزيسيون، تخلق انتقال بين صوره واخرى. هم درجه الفبركه راكم تشوفوا الصوره كيفاش واضح بانه كان هناك تلاعب بالصور. من أين لكم هذا أصلا أنه ولاية أضرار بهذا الشكل؟ في تقرير البي بي سي عرضوا أيضا تغريدة لجزائري يقول لك بأنه حالة الطرقات تقريبا تكون منعدمة الطرقات.
والمقدمة بحكم عدم معرفتها بالبلد ظنت بأنه تعليق ساخر. حقيقة ولاية أضرار ما فيهاش طريق مزدوج، هو وعد منذ سنوات. حالة الطرقات كارثية، لما تروح تقترب من الواقع ينافي ما هو موجود. راني قلت أنه تكون بعض المؤثرات، أنه يكون تصوير من زوايا، تكون موسيقى، أوكي، لكن مش ترجع أضرار اللي هو واحدة من أكبر المزابل في الجزائر مثل ما هي كل الولايات الجزائرية تحت حكم النظام الجزائري. أمر كارثي. رانا نتكلموا اصلا على نظام فيه من ممثل تاعو على الاقل الراس هو الرئيس المعين اللي يقول لك راح يكون نسبه النمو تتجاوز 80%، راح نوصلوا 400 مليار دولار من الناتج الاجمالي. او رئيس قال لك بانه جورج واشنطن اللي توفى سنه 1799 اهدى كوابيس الى الامير عبد القادر مولود سنه 1808، راه قال لك بانه تحليه مليار و300 متر مكعب من المياه يوميا، وهو ما معناه تجفيف البحار والمحيطات، قالها امام الامم المتحده. اكاذيب وروايات وخزعبلات النظام الجزائري وفبركته راهي معروفه للعام والخاص، وهذه قضيه ليست الا جزئيه اخرى. الشاحنات موجوده لكن القافله ليست بذلك الحجم، واضرار ليست ما رايناه في هذا الفيديو المفبرك. حقيقه طرقات اضرار هذه هي. يبقى انه اهم شيء ما يتكلموش عليه انه انتاج القمح في ولايه اضرار في نهايه البوتفليقيه وصل الى 700 الف طن. الان راهو رايح مليون طن، اصلا ماهوش انجاز تاع الجزائر الجديده ولا تاع العهده هذه تاع تبون. وزاره الفلاحه الامريكيه اكدت بانه استيراد القمح في الجزائر سيرتفع في السنتين القادمتين. احنا من اكبر المستوردين للقمح في العالم، احنا بلد اللي فيه طوابير على الحليب، طوابير على السميد منذ اشهر ولا منذ سنوات قليله، طوابير على مواد اساسيه. جيت تقدم لي اضرار على انها كاليفورنيا. لا حياه ولا حياء لمن تنادي. دابا غادي ندوزو نشوفوا اخر فيديو ديال واحد الشهاده ديال واحد الجزائري، اجيو نسمعوا اسمو. قال لا بيرف روح جيب كاميرا اليوم في الجزائر وصور لي زاجيريا من الفوق وقول لهم واش البلاد هذه ما تعرفش البلاد. واحد لابس شغل طلاين، واحد شغل لي زونغلي، واحد لابس ما باليش انا شغل كل واحد كش لابس، ما عندناش هويه ديالنا. من بعد تقول لي واش بيهم هادو ما يضراوش من البلاد، تقعد تحوس كاسين. قالوا كان كاين بلدان بزاف كان تروح تعرف واش من بلاد راك. روح لايران بايزون غير تشوف القمجه تعرف بلاك في ايران. باكستان طلع تعرف باكستان. روح لنوده تعرف بلي نوده وين تروح تعرف. تجي تزيد تلف لك تقول يا درا شكون تخسي عليها تخسي عليها على خاطرش ما عندناش روبار ديالنا. صالون ما عندناش، صالون في الدار ما عندناش، خاص بينا. كطلع انت الفاميليا دوكا توزع تقدر تلقى صالون تونيزيان ماروكان، تلقى لوي 14، تلقى ايجيبسيان، انت وزارك تقدر تلقى فيها دار فيها 3 صالون ثقافات مختلفه. وشنو الصالون تاعنا؟ مشكل صافي بيناتنا كيكون عندنا هالخلل. كيفاش ومن بعد نتسائلوا علاش عندنا حاله تاع التياهل؟ سي نورمال لازم حنا ننتجو، ماناش نبنيو مجتمع جبنا دي جان وحطيناهم في الفيت في الفرع ومن بعد قلنا لهم انتم رانا تخرجوا منها. هما يقولوا لنا وشنو مناح تاعكم شرحوا لنا مناح، ما نعرفوش نشرحوا لهم واش مناح. وليدي يقفز ولا لا؟ وليدي غش ولا لا؟ واش وليدي وشنو هو كيفاش تحبوني ننجح؟ فهموني. يجوا لي بارو يجوا الدراري يقولوا والديهم اعطونا التصور تاع النجاح، هذا ما كان. يلقاو دي ديفيكولتي على هذه. انا عايشين بحوايج مسكوت عنها لي نوندي، نقولوا اشياء ما نقولوهاش وعايشين بها، وهذه اللي ضرتنا. شغل ما عندناش الشجاعه باش نقولوا الحقيقه كما راهي. الحقيقه تاعنا انه عندنا هشاشه، عندنا ضعف، العكس تاعنا ضرتنا. وشاهد شاهد من اهلها. اصدقائي العزاز، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى باش يكون عجبكم. شكرا لكم بزاف، سمحوا لنا كنا نطول عليكم. بالنسبه للناس اللي باقوا ما اشتركوش معنا، مرحبا بكم اصدقائي العزاز، اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه. غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله. ديما مغرب، والسلام عليكم.